3 حاجات بتعملهم البنت التحفه قبل ما تنام. اول حاجه بقولها لكم للمره المليون، لازم تناموا بالكاب الستان. حرفيا هتصحي كل يوم من النوم شعرك ده مهفهف وزي الحرير، مش هيحصل لك اي ريحه كمكمه، هتقلل معاكي القشره. لو عامله شعرك ليس، لو عامله شعرك دوامه، لو عامله شعرك اي حاجه، هتصحي بيه من غير ما يتحرك فتفوته واحده من مكانه. حرفيا هي بتساعد الشعر ان هو يفضل يتزفلط على بعضه، ولا يتكسر ولا يموج ولا يحصل له اي حاجه. وفي تريك تحفه انا بعملها، برش فيها قبل ما البسها على شعري الانتي هير لوس سبراي بتاعي. وتاني حاجه تعملي تشيك على نظافتك الشخصيه قبل ما تنامي. ضروري تشوفي مثلا جسمك لو في اي شعر محتاج ازاله، حتى لو مش هتعملي في وقتها تبقي عارفه انك بكره محتاجه تعملي ده. على ايديكي في شعر، في ايديكي في شعر، في رجليكي، صوابعك نفسها، تشوفي ضوافرك لو محتاجه تتقص، ضوافرك مش نظيفه. ركزي على الحاجات دي كويس قوي عشان تبقي عارفه تاني يوم هتصحي تعملي ايه. والتip دي بقى اللي بقول لكم عليها على طول، ان انتوا تحطوا رجليكم في شويه ميه دافيه بتدين قبل ما تناموا على طول. مع الوقت ريحه رجليكم هتبقى زي ريحه جسمكم بالظبط، مش ليها ريحه شاذه وفظه عن باقي الجسم. نو، مع الوقت هيبقى ريحتها زي ريحه جسمك عادي، لان البتادين هيقتل كل البكتيريا اللي بتسبب الروائح الوحشه، خصوصا بقى للناس اللي بتعاني بمشاكل في الاظافر زي الاظافر الغائره. ما تنسوش تعملوا فولو وبس كده.